حبيت ناخذ الفرصة التاريخية باش نقدم تصوري اللي قدمته في اللجنة، والزملاء النواب رفضوا التصور هذا. في بداية اللجنة كنا نحكيو على شنو التوطئة، والناس الكل قالوا التوطئة هي مقادمة تعطينا فكرة انه علاش عملنا ثورة، علاش اخترنا مجلس تاسيسي، علاش نبديو الدستور من جديد. وانا مشكل نايبة اما كي مواطنة نحب نشعر بالعواطف، انه ما بين الجمل نحب نحس الثورة، نحب نحس شعارات الثورة. منهم هما الكلمة ديجاج، برشا ناس كتبوا عليه وعلاش احنا استعملنا كلمة بفرنسية. كلمة ديجاج هي كانت صوت الثورة التونسية في العالم، اما الناس ما فهموهاش. علاش؟ خاطر أهمية الكلمة ديجاج هي في نسقها مش في اللغة. معناتها بالفرنسية راهو بالفرنسية نصوا على دي جاج معناتها بالفرنسية تقولوا دي جاج، واحنا قلنا لها بالعكس بالطريقة أخرى. التوانسة قلنا لها هكا ديجاج 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 بابام 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 بابام، يعني الصوت دقاق القلب. هذه رمز، هذه روح الثورة. وباباب باباب هذه اسمها تسجيل معناتها، وباباب هذه اسمها تسجيل معناتها، وباباب هذه اسمها تسجيل معناتها. دستور يعني ما يلزمش دستور مخطط، يلزم دستور موسيقي ودستور مسجل في الكاسات